بعد ما شفنا مجموعين من الفيديو الاول اللي هضرنا عليه على التوجيه وعلى كيفاش نقدروا نختاروا المدرسه انطلاقا من واحد المجموعه ديال المعايير اللي متعلقه بالبرنامج ديال المدرسه ولا بالمشاريع اللي خدامه عليهم الدوله ولا بحوايج اللي متعلقه بينا حنا. الا مازال ما شفتيش نبغيك تمشي تشوفوا دابا باش تاخذ فكره على الحوايج اللي هضرنا عليهم. في هذا الفيديو غادي نركزوا اكثر على الحوايج اللي متعلقين بالشخص ديالنا حنا، الحوايج اللي عندنا فيهم تحكم 100% واللي يقدروا يبدلوا المصير ديالنا 180 درجه. في هذا الفيديو غادي نشارك معك ثلاثه الحوايج اللي بالنسبه ليا هما اهم حاجه تقدر تركز عليهم باش تغير مستقبلك وتبني واحد الوجهه مشرقه ان شاء الله. كنعرف بانه وقت ديالك ثمين بزاف، ولكن انا متاكد الا عطيتيني من وقتك 5 دقائق، هاد ال5 دقائق قادره انها تبدل مستقبلك للاحسن ان شاء الله. بغيتي ولا ما بغيتيش خصك تكون مفتخر براسك. الا كنتي كتقول بانه النقطه اللي تحصلتي عليها كتستاهل اكثر وبانه الظروف اللي كانت محيطه بالامتحان ما كانتش مزيانه وداكشي اللي ما خلاكش تجيب نقطه مزيانه، واخا هادشي كله خصك تكون مفتخر براسك. خصك تكون فرحان بانك حصلتي على واحد النتيجه اللي بزاف ديال الناس ما قادرينش يحصلوا عليها، وخصك تكون فرحان حيت دوزتي 12 عام وانت غادي جاي من المدرسه كتسنى هذا النهار هذا اللي تحصل فيه على هذه النتيجه، واليوم توصلتي انك تحقق هذا الهدف ديالك. يعني مره اخرى خصك تكون فرحان ومفتخر براسك. دابا النتيجه هي عندك، يعني خصك تكون فرحان وخصنا نحتفلوا مجموعين بهذا الانجاز هذا. ما تنساش بانه بزاف ديال الناس، من الناس اللي دايرين بيك ولا من الناس اللي كتعرف، داروا بزاف ديال المحاولات باش يتحصلوا وباش حتى هما تكون عندهم هذه النتيجه وهاد الكرتونه كما كنقولوا في يديهم، ولكن ما توفقوش. يعني مره اخرى افتخر وفرح براسك. العنصر الثاني، ما تقارن راسك بحتى شي واحد. الشخص الوحيد اللي كيسمح لك انك تقارن راسك به هو انت. قارن راسك براسك، قارن راسك هذه عام ولا هذه شهر مع راسك دابا. شنو زدتي لراسك؟ شنو الحوايج اللي تبدلوا فيك؟ وشنو الحوايج اللي كتخدم عليهم باش تقدر تشوف راسك في احسن صوره كتمناها؟ اكبر حاجه تقدر تقتلك هي المقارنه بواحد اخر اللي جاب نقطه احسن منك. هذه كافيه انها تهرسك. ولا مقارنتك براسك بواحد اخر اللي جاب قل منك. تقدر تكون فرحان ولكن ما خصكش تطيح في هذا الفخ هذا. بالنسبه لي اهم حاجه هو انه انت ولا انت خصك تكون راضي على راسك. عرفتي راسك بانه درتي واحد المجهود، تحصلتي على واحد النتيجه، صافي كتقول بانه الخطوه ديال التغيير كتبدا من هنا. ناخذ بزمام الامور ونبدا نخدم باش انا نغير راسي، باش نشوف راسي في واحد الصفه احسن اللي نقدر نكون راضي عليها. كما كنقولوا البكا من مور الميت خساره، اللي عطى الله عطاه. هادشي اللي قسم لك سيدي ربي في النتيجه ديالك وفي الحظ ديالك راك خديتيه. دابا اجمع وطوي وركز على اللي جاي. هادشي غادي يدينا للنقطه الثالثه اللي هي ركز على المستقبل ديالك، والحل راه بيديك اليوم قبل غدا. حتى لهاد اللحظه تقدر تكون اختاريتي المدرسه ديالك ولا مازال كتحاول تقلب ولا كتسنى نتائج ديال المدارس اخرين يخرجوا. ماشي مهم، المهم هو انه الخطوه اللي غادي تخطيها غادي تدخل بها لواحد الدومين. هذاك الدومين خصك تبغيه كما هو، سواء كنتي راضي ولا ما راضيش على المدرسه. هادشي كله ما غادي يغير حتى شي حاجه في المستقبل ديالك. الحاجه الوحيده اللي تقدر تغير في المستقبل ديالك هو عقليتك. انت كيفاش كتشوف هذيك الفرصه اللي تعطاتك، وانت كيفاش كتشوف هذاك الدومين اللي انت داخل ليه. السر ديال النجاح ديالك في اي تخصص ولا في اي مدرسه هو انك تبغي هذاك الشيء اللي انت كديرو. هذا هو الساروت. كنقول تبغي يعني خصك تكون فضولي بهذا المعنى. اش كتعني فضولي؟ خصني نقلب على اي حاجه عندها علاقه بهذاك الدومين، نعرف شنو هما الكلمات، نعرف شنو هما العبارات اللي كيتستعملوا، نتعرف على ناس مباشره ولا عن طريق لينكد ان مثلا ولا عن طريق معارف اخرى اللي هما خدامين في هذاك الدومين. نتابونا في دي شين في يوتيوب ولا في انستغرام ولا اي حاجه كانت اللي عندها علاقه بهذا الدومين. نعرف شنو هما لي بروجي اللي خدامين عليهم، شنو هما الحوايج اللي كاينين اللي متعلقين بهذا الدومين. يعني الدومين ديالي خصني ناكله، خصني نبغيه كما هو. هذا هو اللي غادي يعطيني السالوت وغادي يحل لي الباب باش نعرف بانه الا تونجاجيت ودرت
المجهود ديالي 100% في هذا الدومين نقدر نحكم ونقول واش هذا الدومين يقدر يعطيني ولا ما يقدرش يعطيني. الحاجه الاخرى هو خصني نعرف بانه هذه غير بدايه ديال الطريق. المهم هو انه تكون عندي العقليه ديال التعلم المستمر. في التعليم العادي كنتي مجبر انك تقرا، علاش؟ حيت راك متبوع بامتحانات ومتبوع بواحد الامتحان وطني اللي فيه غادي تاخذ البكالوريا ديالك. دابا هاد الطريق سالات، الطريق اللي جايه حتى شي واحد ما يقدر يحبسك. انت اللي غادي تختار الدومين وانت اللي غادي تختار الحوايج اللي غتخدم عليهم والحوايج اللي قادرين انه يبدلوا لك مسار ديال حياتك 100%. كما قلنا الدومين ديالي خصني نرتبط به وخصني نرتبط بالتعلم المستمر ديال اي حاجه كتعلق به. دابا الحمد لله مؤخرا يعني تحلوا بزاف ديال لي بلاتفورم اللي كيعطيوك الامكانيه ديال التعلم المستمر بلا ما تخلص لا ريال لا جوج. الحاجه اللي خصك تركز عليها بانه الاغلبيه ديال التكوينات والاغلبيه ديال لي فورماسيون اللي تيكونوا بلغات اخرين، غالبا ماشي بالفرنسي. دونك هذا الشيء كيدفعك على انك تتعلم اللغات، وبالضبط الانجليزيه، حيت هي الساروت ديال اي حاجه بغيتي تتعلمها من هنا لقدام. انا متاكد بانه بالاصرار وبالعزيمه قادر على انه تخلق فيرسيون واحده اخرى، غادي دير لا ميزاجور لراسك وغادي دير فيرسيون اخرى ديالك بحوايج اللي انت براسك غادي تكون منبهر، وحوايج براسك اللي انت غتكون ما تيقش راسك بانك وصلتي ليهم. الساروت كما كنقولوا هو انه تكون العزيمه ويكون الخدمه وتكون التكوين المستمر. باش ما نطولش عليك بزاف في هذا الفيديو، غادي نحاول نخصص فيديوهات اخرين اللي غادي نهضر عليهم على كيفاش تقدر تطور من لغتك بصفه عامه، شنو هما الحوايج العمليه اللي تقدر تبدا بهم، شنو هما لي سيت اللي تقدر تبازا عليهم ولي زابليكاسيون اللي تقدر تخدم بهم في التليفون، شنو هي الطريقه الانسب اللي تبازا عليها باش تقدر تدوز وتطور من اللغه ديالك في اقل وقت ممكن، وتكون ان شاء الله النتائج اللي غادي تفرحك بزاف. شكرا بزاف مره اخرى على التتبع ديالكم، وكنتمنى بهذا الفيديو تلقاو فيه الحوايج اللي يفيدوكم من هنا لقدام. كما العاده ما تبخلوش علينا بالشير وباللايك وتبارطاجيو الفيديو مع ناس اخرين اللي يقدروا يستافدوا من هذه النصائح هذه، وكنشكركم مره اخرى والله المعين.